الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شهر رمضان شهر له حرمته وله مكانته، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه المكانة وهذه العظمة وهذه الحرمة في بعض قلوب الناس وليس في كل قلوب الناس. ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. شهر طيب له حرمة وتعظمه القلوب المؤمنة، إلا أن بعض الناس بسبب ضعف في إيمانهم وفي نفوسهم وبسبب وهن في عقيدتهم ولن يقبل الله تبارك وتعالى من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. ومن العقيدة توقير الله تبارك وتعالى وتعظيمه في القلوب. توقير الله تبارك وتعالى وتكبيره في القلوب. ما لكم لا ترجون لله وقارا، كلمة آية تقال لكل عبد تسول له نفسه أن يظلم أو يؤذي أو يدخل الهم والغم على الناس، مع أننا في رمضان وكثير من القلوب تهفو لهذا الشهر، والله الذي لا إله إلا هو تحن إليه من العام إلى العام، إلا أن بعض الناس ربما ينتسب إلى الإسلام والإسلام منه براء، إن لم يظلم نفسه ظلم غيره. من الأسبوع اللي فات تقريبا في العمارة اللي ورا منا مباشرة سرقت تروسيك. الأسبوع اللي بعده في رمضان العمارة اللي جنب مننا راح منها موتوسيكل. في صلاة الفجر امبارح، مش امبارح، النهارده في صلاة الفجر من عمرتنا راح موتوسيكل. ايه الناس دي؟ انا والله ما انا عارف. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنا مش عارف. ربنا تبارك وتعالى نادى على المؤمنين بالتكبير في أذان الفجر، وخرج الناس المؤمنون لصلاة الفجر ولإقامة شعائر الله، وهناك ربما يكون منتسب للإسلام، الله أعلم، يلبي نداء الشيطان. أي شيطان؟ مصفنة الشياطين. إن دل فإنما يدل على أنه يحمل نفس خبيثة وروح في يوم من الأيام ينزل عليه ملك الموت ويقول اخرجي أيتها الروح الخبيثة. أكيد في يوم من الأيام إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. وربنا تبارك وتعالى نادى الجميع، بس جميع مين؟ جميع من آمن بالله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ما قالش أيها الناس. ده مؤمن، ما أنا عارف إنه مؤمن بس ممكن يبقى عاصي.
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة. هذا الرجل بسبب فعله كم أدخل لنفسه المكر اللي يتمنى كان 1000 جنيه 1500، لكن والله الذي لا إله إلا هو الإثم العظيم الذي اقترف بإدخاله الهم والحزن والألم والغم على أسرة بأكملها والله لا يساوي هذا المال ولا أضعافه ولا أضعافه ولا أضعافه. أي أمر هذا وأي نوع من البشرية هذه؟ كيف لا يخافون الله تبارك وتعالى؟ وما أحلم الله عز وجل. والحمد لله، الحمد لله الذي سمى نفسه الحليم حينما ينظر إليهم وهم يعصونه ومع ذلك يسترهم لعلهم يعودون. ولذلك الرجل حينما سئل كيف حالك اليوم قال أصبحت بين نعمتين لا أدري أيهما أفضل، ذنب ستره الله علي فأصبحت لا يعيرني به الناس، وحب في قلوب العباد لم أبلغه بعملي. من أجل نعم الله تبارك وتعالى علينا أن يسترنا مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، لعلك ترجع، لعلك تتوب، لعلك تخضع أو تذعن لله تبارك وتعالى. إلا أن بعض الناس لا يتوب ويظل ماكثا على معصيته وذنبه حتى يفضحه الله في الدنيا والآخرة. في الدنيا لهم خزي عظيم وعار وشنار، ولهم في الآخرة عذاب النار. لما ذلك؟ لأنه ظالم، ظالم لنفسه وظالم للناس من حوله. ربما بعض الناس يستاءون حينما ندعو على الظالمين. لا تستاء. وربما يظن أننا نقصد أناسا بعينهم أو شريحة أو طائفة بحالهم، لا والله، وإنما لكل ظالم على وجه الأرض. لأن ربي تبارك وتعالى الذي قال في حديث القدسي يا عبادي نعم يا رب، ولم يقل يا مؤمنون ولا يا بني آدم، بل لجميع العباد إنسهم وجنهم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. لأن بالظلم ينتشر الفساد بين الناس. ونحن نقرأ ما قد ظلم هؤلاء من الأمم السابقة فكلا أخذنا بذنبه، كل فرد بحاله. هناك من أرسل عليه الريح العقيم، هناك من أغرقت الكرة الأرضية بأكملها في عهد سيدنا نوح. ظلموا. العبد إذا عصى هان على الله، العبد المذنب يهون ولو أنه كريم على الله تبارك وتعالى لعصمه. ولذلك سيدنا بلال بن سعد قال لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. يا هؤلاء الناس ما يحملون بين صدورهم أهي قوالب حجارة في شهر طيب مبارك، والناس جميعا قد لجوا إلى ربهم تبارك وتعالى، وبفضله وجوده وكرمه تجد البركات. والله لمسنا البركة في هذا الشهر دون غيره. ولما ذلك؟ لأن الجميع، لا أقول الجميع، بل أن الأغلبية والأكثرية كلهم لجأوا إلى ربهم تبارك وتعالى، فأنزل الله تبارك وتعالى البركة من السماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ده كلام الله تبارك وتعالى، ليس يليق في الوقت الحالي.
سورة الأعراف، ولكن كذبوا أن البعض لا يعلي اهتمام لهذا الشهر. ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين. هذا الذي يسرق وينهب ويختلس ويهم ويغم العباد ويدخل عليهم الحزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: فمن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. في يوم من الأيام يقتص جميع العباد من بعضهم البعض. الأمر يومئذ لله، الحمد لله أنه لله. تأكد يا من ظلمت أو سرقت أو وهبت، هتأخذ حقك والله بأكمله حتى ترضى. شهر رمضان شهر طيب مبارك، لا تضيعوه بالنظر إلى المحرمات أو بالكلام في اللغو أو بالكلام في الغيبة أو بالكلام في شيء لا ينفع بل يضر. لا تضيعوه بإدخال الهم والغم على الآخرين أو على الجيران. احذروا أن يمر رمضان ولم يغفر لكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم ولكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الطيب المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله